السلام عليكم حبيباتي، كي راكم ملاح ان شاء الله. الفيديو تاعي يقعكم كامل بصحه جيده. بمناسبه دخول علينا العام الجديد. حنايا ما نحتفلوش به، لكن نتمنى فيه الخير، ونتمنى ان شاء الله يطلع علينا بالصحه والهنا، وان شاء الله يكون على الامه كامله بالهنا والفرح، خاصه اهل غزه اللي ان شاء الله ربي ينصرهم. نبدأ على بركة الله. في هذا الفيديو حبيت أول فيديو تاعي نديره عن حاجة حلوة، كما احنا نقولوا كفال خير علينا إن شاء الله، على الأمة العربية إن شاء الله. اليوم حبيت ندي معكم القطايف. هذا القطايف أنا شريتهم واجدين. موفى ندير قطايف تركية، لكن ما لقيتهمش في السوبرات، لقيت غير هذا النوع. حبيت نجرب هذا النوع شوية يجي جو شغل قصار، وما مطون يجوا لاصقين بزاف، مش كيما هذاك تاع القطايف التركية. لكن حبيت نجربهم ونشوفوا. نحلو القطايف تاعنا، نكونوا دهنا السنيوة تاعنا بالدهان، ونبداو نحلو فيها، نقسموه النص نديروهم الفوق والنص نديروه تحت، ونحلوهم كامل على سنين وسين واحد، على شكل كما احنا نقولوا طبقة. انا حيباتي انا جبت شوية زبدة وشوية سمن، ذوبتهم وشربت حوالي، شربتهم كيما هكذا، نشربوا القطايف تاعنا بالزبدة والسمن هكذا، باش تشرب هذاك الزبدة والسمن. هنا حيباتي جبنا 2 كيلو تاع كاوكاو، مرحيين كيما تاع البقلاوة، ونديروا لها كيلة الا الربع سكر كلاصي، ونحاولوا مغرف زبدة، ونحاولوا ندخلوا المكونات كامل 3 في بعضها كيما هكذا. السكر ندخلوا مع الكاوكاو باش يجينا من الداخل معسلة بعد كي طيب، ونبداو نحطوا الماء زهر غير بشويه حتى نتحصلوا على الحشو كيما تاع البقلاوه. هنا حيباتي بعد حصلنا الحشو تاعنا كيما تاع البقلاوه، نخلو شويه يتشرب واحد 10 دقائق، ونحطوه فوق الطبقه تاعنا تاع القطايف اللي درناها في السنيوه. والان حيباتي نديرو الطبقه تاعنا من القطايف، ونغطو كامل الحشو تاعنا تاع الكاوكاو، لازم نغطوه كامل، تكون طبقه كيما تاع البقلاوه، طبقه تاع عجينه وطبقه تاع الحشو، نحلوه كامل. والان حيباتي بعد ما غطينا كامل الحشو تاعنا، نحاولوا هكا نضغطوا عليه مليح، ونجو نشربوا هذه القطايف تاعنا كامل بالزبده دايبه مع السمن، ونخلوها تشرب واحد 10 دقائق. نحموا الفور تاعنا وندخلوها الفور مده 40 دقيقه 50 دقيقه على حساب درجه الحراره تاع الفور تاعكم. والنار تاعكم لازم ديروها نار قليله باش ما تنحرق لكمش وطيب من جهه تحتانية فقط تنحرق، لازم تكون نار هافته. ندخلوها الفرن يطيب، من بعد ان شاء الله بعد ما طيب نتلاقاو. وهنا حيباتي بعد ما طابت من تحت شعلت لها الفرن من الفوق، حمروها نخرجوها بعد ما طيب وهي سخونه، نسقوها بالحسيله، واحد الرطل تاع العسل تشربه. هذه الكيله اللي درنا بها القطايف، هذا الكيلو تاع القطايف تجي واحد الرطل تاع عسل، خلوها تشرب مليح، ونديكوها حسب ما تحبوا تقدموها كيما هكا تاني تقدموها عادي. حبيباتي كانوا عندي شويه مكسرات، درت لها شويه تحسيله ونعسلوهم ونزينوا بهم القطايف تاعنا.
الان حبيباتي هاي القطايف تاعنا بعد ما تعسلت خليناها تريح شويه. قدوا الان نقطعوها ونقدموها. اتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه. اذا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي. ودمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله.